قبل 300 عام ظهرت بوابة إرادة السماء، ونزلت العوالم والزنزانات إلى الأرض. مع استمرار الوحوش القوية بالنزول، أصبحت الأرض في خطر، وبعد تلك المشكلة ظهر المستيقظون. المستيقظون عندهم قوة جبارة تقدر تهزم الوحوش وتنقذ الأرض من الدمار، وعشان كده دخلوا البوابات وقتلوا الوحوش لجمع المال والمعدات. وعشان كده استثمرت جميع الأمم في المستيقظون، لأنهم لديهم القدرة على الاستيقاظ في سن 18. وونغ وي من الفصل الثاني للسنة الثالثة فشل في الإيقاظ، لم يحصل على أي رتبة. لي وي من الفصل الثاني للسنة الثالثة إيقاظ ناجح، الرتبة مبارز سيف. وونغ هوا الصف الثاني من السنة الثالثة إيقاظ ناجح، الرتبة حرفي. الموقظون عادة يقسمون إلى 3 أصناف حسب رتبتهم: القتال، الدعم، والإبداع. صنف القتال هو أكثر صنف عملي، بينما أكثر صنف حالم وموهوب يندرج في الإبداع. وأولئك الذين لا يستطيعون القتال يتم اعتبارهم الأضعف في وقتنا الحالي، وهم منبوذون من الجميع. رائع! لقد تمكنت من الإيقاظ وأصبحت مبارز سيف سحري. سأكون محارباً. لا يمكنني القتال بصنف العلاج هذا. بعد انتهاء حفلة الإيقاظ، رتبة الصنف سيتم تقسيمها أيضاً، عادة إلى 4 أصناف: العادي، النادر، السري، والسماوي. بص هناك، ده جيان جيشين الطالب الأول. صحقان، ده استيقظ بفئة سماوية اللي آخر مرة ظهرت من آلاف السنين. إيه الصنف الرتبة دي؟ معقول تبقى الفئة السماوية دي؟ المدينة مفيهاش الفئة دي من آلاف السنين. بيقولوا إن كل لما تظهر فئة سماوية بتحصل هزات في السماء والأرض. أخيراً شكل الاستيقاظ نجاح. طالبنا الأول وعمود مدرستنا، كنت متأكد إنك هتقيظ فئة قتالية، ولا معرفش إنها هتكون سماوية. قول لي بسرعة، إيه الفئة والرتبة؟ مدير وهانج، بس أنا ما استيقظتش برتبة قتالية. أنت من رتبة الدعم؟ الرتبة اللي أيقظتها هي رتبة إبداعية من الفئة السماوية. موهبتي بتخلي النباتات والحيوانات تنمو بشكل أسرع. إزاي؟ الإبداع ناقصها المهارات القتالية، حتى لو كانت من الرتبة السماوية يبقى ملهاش لازمة. ما تتعصبش يا سيد جيانج، لو مش قادر على القتال هيكون بأمان. التوصية اللي وعدتك بيها هلغيها دلوقتي، بس لو دخلت مجال البحث هديك توصية، وإلا شكرا ليك، هاخد ده في عين الاعتبار، ودلوقتي همشي. بحسبه عشان هو أخد فئة سماوية يبقى هياخد رتبة قتالية، بس أخد رتبة إبداعية. الحياة مليانة مطبات. ده كده ملهوش لازمة حتى لو أخد المركز الأول في جمع الموارد. طب كويس إني كنت شفت الكلام ده بعيني. ده كان هو ملك المدرسة. هنشوف قد إيه هيصمد على الوضع اللي هو فيه. اعمل كل اللي تقدر عليه، بس هتفضل من الرتبة الإبداعية. جميلة المدرسة لين، اللي على طول في المركز التاني، أيقظت فيه سرية من الرتبة القتالية. بصوا، حتى الإخوة جيانج وشانج قاسين قوي. ما كنتش متوقع إن الرتبة الإبداعية هتغير الناس من حولي زي ما كنت متوقع القوة هي كل حاجة. وإيه المشكلة في الرتبة الإبداعية؟ ده مناسب قوي للنظام بتاعي. اسمي هو جانج شين، وتم إعادة إحيائي من جديد وجيت العالم ده. وبعد الفترة الضلمة دي، العالم كان مليان بالزنزانات والوحوش، وبدأ العالم يحترم القوة. اتولدت كطفل يتيم، وعشان أعيش في العالم ده عملت كل اللي عندي قبل السنة 14 ليا. ما توقعتش إني أيقظ النظام قبل شهر. فصيلة الحشرات عملت كوارث في الفترة المظلمة، وهم من أقوى الفصائل.
سمعت مرة إن حصلت قبل كده كارثة طبيعية 9 من ملوك البشر من أصل 13 أضحوا بيهم عشان يختموها. في العالم ده القوة هي كل حاجة. طالما أقدر أستخدم قوة فصيلة الحشرات هبقى أقوى. تفعيل النظام. أنا شكلي في وعي الداخلي هي دي موهبتي، ما توقعتش إنها تكون شجرة. إيه النظام الجامد ده؟ حتى إنه قادر يحلل موهبتي، مع إني يبان إن ما عنديش قدرة قتالية، ولكنه نظام قوي. تحريبة النظام اكتمل. هل تريد استدعاء الحشرة الأم؟ استدعاء. إيه الهالة النقية دي؟ لقد تم الاستدعاء بنجاح. إيه الحشرة العملاقة دي؟ سيدي، الجناح التاسع الصغير جائع، يرد أن يأكل الوحوش. معدل النمو الحالي قد ارتفع بنسبة 10%. الموهبة يمكن أن تضحي خلال تطور هذا الهدف. التحديث الأول لا يستدعي أي تضحيات. موهبة هي مش محتاجة للتضحية. إيه اللي أنا مستنيه؟ هطورك دلوقتي. شكلها بتطلب الإذن الافتراس عشان تتطور. هتكون قوية في المستقبل. إيه الهالة القوية دي؟ لقد أتم الجناح السام التاسع التحول وقد تم تحديثه. تم اكتساب قدرات جديدة إضافية. سيدي، لقد تطورت. إيه الهيئة دي؟ تحولت لجسم شبه بشري. الجناح السام التاسع. القدرة حاجز السم. القدرة التغذية، الغضب، القدرة الوحدة. قيمة الافتراس 10,000 على 0. ملاحظة: بعد الافتراس تبلغ الاستطاعة الكاملة. يمكن إعادة إنتاج النسل. نقاط الخبرة الكامنة تعود كأثر. السمات الكامنة تتطور كأثر. معدل نمو الرتبة الموهبة في طور التسريع. موهبة السيد الروحي بتسرع معدل النمو وافتراس الحشرة الأم، ونقاط خبرة الحشرة الأم هتسرع تطويرها وهتكون قادرة على رفع سمتها 20%. أنا متأكد إن رتبتي أنسب حاجة ليا. ومين محتاج القوة القتالية حتى؟ تقريبا كل ما هقتل وحوش وأفترسها هجيب جيش من الوحوش يكون بتاعي. بس إيه الرسالة اللي كتبها لي النظام دي؟ إن وحوشي من الكوارث. معنى كده محدش ينفع أشوف موهبتي، وهتعامل كأني من الرتبة الإبداعية، وهخلي الحشرة الأم تفترس الوحوش وهرفع مستواها بسرعة. إني أستخبى مش من طبعي. أنا عايز أكون قوي عشان أوري قوتي للعالم. إيه ده؟ الجناح تاسع؟ حسوا بخطر. هو أنت الطالب بتاعت الحادثة اللي شافتها المدينة كلها؟ الشخص اللي بتتكلم عليه ده مستواه سيد مرتفع أو أقوى؟ مش أنا.